أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بهذه الأمسية الرائعة في عيد ميلاد جلالة الملك المعظم واحتفالية دراجين الأردنيين. جميع الدراجين من جميع الفرق نوجه لهم أكبر تحية. تركع إلا لا الله، ارفع راسك فوق الجلة ولا تركع إلا لا الله. عنا الملك عبد الله والمملكة الهاشمية، المملكة هاشمية. قولوا له للي يتحدى واللي يغزي مرمان الردة. ايوه حيهم مرمان الردة. صوت الأردن عمر العبد الله، كلمة بتوجهها لقائد البلاد لشباب الدراجات باسمك وباسم الجوردن رايدرز. اولا اقول بهذه المناسبة، هي مناسبة غالية علينا وكبيرة جدا، اغلى المناسبات اللي هي عيد جلالة الملك الله يطول عمره بهذا اليوم، وان شاء الله نظل نحتفل فيه طول العمر يا رب، ويظل فوق راسنا عز وسند لنا ولكل الاردنيين ولكل الاردن. بقول له كل عام وانت بخير يا سيدي، الله يحفظك ويطول عمرك. وباسمي واسم الجوردن رايدرز اقول لكل الدراجين اللي اجوا شاركوا معنا اليوم اهلا وسهلا بيكم وشرفتونا. هذا اذا بدل انه احنا ايد واحده، ودائما هي رياضه جميله، بنثبت للناس كلها انه رياضه الدراجات رياضه محترمه مؤدبه رائعه فيها نظام. احنا بنمشي بنظام. نشكر الامن العام ايضا، دراجين الامن العام ان شاء الله دائما
نظل نحتفل بهذه المناسبة بهذا الشكل وأحلى كمان. جديد عمر العبدلات لجلالة الملك. والله إن شاء الله دائما الجديد موجود. طبعا عامل إشي جديد إن شاء الله راح تسمعوه قريبا، وعامل أيضا الألبوم. والله مجموعة أغاني عامل من إنتاج شركة زين. كل الشكر الكبير أيضا، أنا الواحد دائما اللي له بنساه شركة زين ورئيس التنفيذي أخوي أحمد الهناندة على كل الدعم والتقدير لهذا الرياضة، رياض الدراجات، ودعمه أيضا للفن والفنان الأردني. موقع عمان اليوم نشكر صوت الأردن، صوت العرب. الله يقويك يا أبو حسين، ومشكور. تسلم يا صديقي، كل عام وأنتم بألف خير. بعيد صاحب الجلالة سيدنا حفظه الله ورعاه عبد الله الثاني بخصوص مناسبة عيد ميلاده العظيم. كل عام وهو بألف خير، والأردن إن شاء الله يا ربي ألف خير، وإن شاء الله يديم علينا الأمن والأمان يا رب. محمد العبادي عضو في الجود رايس واحد المؤسسين. بنقول له كل عام وانت بخير، وإن شاء الله تضلك على رؤوسنا وحافظ البلاد إن شاء الله، ومن دونك إحنا لا شيء. شركة زين تعد من الشركات الرائدة ولهم أيدي بيضاء في كل المناسبات. معنا المدير العام لشركة زين السيد أحمد هناندة. سيد أحمد هناندة، شو بتحب توجه بهذه المناسبة السعيدة على قلوبنا جميعا؟ بداية سيدي بحب أشكر كل اللي شاركونا اليوم من الدراجين الأردنيين في هاي المسيرة اللي نظمها فريق جوردن رايدرز بالتعاون مع شركة زين بمناسبة عزيزة على قلوب جميع الأردنيين، وهي مناسبة عيد ميلاد سيدي صاحب البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، الله يحفظه ويرعاه. وهي المسيرة ما هي إلا رسالة حب وامتنان وتقدير وشكر وولاء وانتماء لهاي القيادة الهاشمية اللي بنتمنى أنه الله يديمها بخير وبنعمة. طول ما هم بخير إحنا بألف نعمة، والله يديم الأردن والأردنيين جميعا. كل الشكر لشركة زين لدعمها المتواصل في كل المناسبات وفي كل المحافل الوطنية. ونوجه تحية للسيد أحمد الهناندي لجهوده المتواصلة بالتواصل مع الدراجين الأردنيين أيضا في كل المناسبات. كل الشكر سيد أحمد. سيدي، وإحنا اليوم ما بدنا ننسى نشكر قوات الأمن العام اللي كانوا معنا من الصبح، والإذاعات والمحطات التلفزيون اللي كانوا مشاركين بهاي المسيرة. رسالة شكر ومحبة وتقدير للجميع. شيخ بايكرز العرب معنا فؤاد أبو زيد. أخ فؤاد، الله يمسيك بالخير. يا مس النور، حياك الله. الله يعطيكم العافية على التنظيم الرائع اللي قمتوا فيه في مسيرة عيد ميلاد جلالة الملك، يعني المسيرة الغالية على قلوبنا كاملين. شو بتحب توجه كلمة بهاي المناسبة؟ احنا الحمد لله هذه المسيرة بنسويها تقريبا كل صار لنا 5 سنوات، بس السنة هذه بالذات دمجنا مناسبتين مع بعض، مئوية الثورة العربية الكبرى وعيد ميلاد جلالة سيدنا. فالحمد لله يعني اجى ما يقارب من 700 دراجة من جميع مالكين دراجات بالأردن، واحنا بنقدمها للدراج الأول جلالة سيدنا اللي سمح لنا بهاي الهواية عندنا بالأردن. طبعا من المعروف عن الجوردن رايدرز انه كل سنة بيعمل رالي سياحي يعني بيشمل من شمال الأردن لجنوبها. هذا الرالي خط نهج سياحي، يعني عمل خطة سياحية وسوق الأردن سياحيا. ما هي مخططات الجوردن رايدرز لرالي 2016؟ يعني احنا ان شاء الله مشغلين عليه، صار لنا تقريبا من 6 اشهر رالي جوردن رايدرز 2016 اللي هو بنطلق ب 28/4 باذن الله تعالى لمده 3 ايام. فالمره هذه بتكون منطقه جنوب باذن الله، يعني هسه ما حددناش، راح تكون جنوب فيها. الحمد لله بالنسبه للسياحه صارت الاردن هي مقصد الدراجين العرب بالنسبه للسياحه. يعني حتى الدراجين ما بيجوا بس مجرد انه يجوا على الرالي وبس، بيجوا سياحه علاجيه. كثير اشترى بيوت منهم، صار وحطوا دراجاتهم بالاردن. فالحمد لله يعني روجنا لها كويس، واحنا بنساوي رحله كل سنه حول الخليج عشان نبث هذا الشيء، يعني على الدراجات بنعملها. ابو حسين، من يومين نزل على مواقع التواصل الاجتماعي بحصول 217 سيده في المجتمع الاردني على رخصه دراجه وسكوترات وفسبات. فشو راي او شو النصيحه اللي بتقدموهم للدراجين او الدراجات الجداد او الصبايا اللي بيسوقوا الدراجات الجديده؟ يعني شيء جديد على مجتمع الاردن انه سيده تقود دراجه. يا سيدي انا قريت الخبر كان مجحف وظالم حق الدراجين. بالصحيح الحكي ما يقارب من احصائيه من اداره السير النساء الحاصله على رخص ما يقارب 65 سيده. طبعا احنا بنحب وبنشجع انه يكون يعني ما مش شيء غلط، بس اللي نزل الخبر انه في برضه تاجير دراجات عندنا بالاردن، وهذا شيء بالصحيح، وانها الساعه من 50 ل 80 دينار،
وما بيركبها الا رجال الاعمال واولاد الذوات، هيك كان هذا. فهذا يعني مجحف حق الدراجين، لانه الدراجين في عندك من كل الفئات المجتمع. ايضا كان مذكور في الخبر انه في تاجير دراجات، هل هذا الحكي كلام صحيح؟ يمنع عنا تأجير دراجات أو تركب دراجة غير دراجتك، هذا من دائرة السير قانوني يعني، ومن نادي الدراجات الملكي. فبقول لك الخبر كان مجحف وفيش عندنا هالشيء هذا بالمرة. ايضا ما هو الجديد للجوردن رايدرز في الايام القادمة؟ والله احنا ان شاء الله يمكن عندنا بكرة مسيرة لدائرة السير، طلبوا من يعني طلبوا هم بشكل رسمي انه بس يكون الجوردن رايدرز، وعندنا رايداتنا اللي احنا بنقوم فيها كل اسبوع اللي هي جمعة او سبت، هو الطقس اللي بكون يعني. وان شاء الله 8/2 يعني طالعين بحدود 10 اشخاص بر على الكويت، وما يقارب 30 شخص برضو جو، عشان نشارك بالكويت بايك شو للسنه السادسه بنشارك فيها هاي باذن الله تعالى. كل الشكر لشيخ بايكرز العرب فؤاد ابو زيد، وكل الشكر لكل دراجين البلد اللي شاركونا المناسبه العزيزه على قلوبنا كنا. ونوجه ايضا شكر لشركه زين اللي قامت برعايه هذه المسيره. تحب توجه اي كلمه اخيره ابو حسين؟ يعني مثل ما انت حكيت، يعني احنا بنشكر المعهد المروري، نادي الدراجات الملكي، دائره السير، الامن العام كامل اللي ما قصر معنا طول الطريق المسيره. طبعا شركه زين هاي يعني ما بنقدر يعني نمدح نفسنا، لانه احنا نعتبرها احنا يعني اللي ما قصروا، شفت يعني ما شاء الله عليهم. كل الشكر اخو حسين، كل الشكر.